السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي. في قناتنا بندور كل يوم على الجديد في عالم التطبيقات واللي بيوفر وقت ومجهود عليك. مش محتاج تتعب نفسك، كفاية تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك شرح الأحدث التطبيقات المحلية والعالمية لتغيير استخدامك لتليفونك. تطبيق النهاردة يا جماعة هو اسمه ساندر. التطبيق ده يا جماعة عمليات التنزيل بتاعته هي أكتر من 1,000,000 عملية تنزيل. سعة التخزين بتاعته 20 ميجا بايتس. واخد تقييم يا جماعة 3.6 نجمة. التطبيق ده يا جماعة بيهدف لتسهيل عملية الاستثمار في الأسواق المالية المصرية، حيث بيتيح للمستخدمين شراء وبيع الأسهم وصناديق الاستثمار والذهب بطريقة مبسطة. مميزات البرنامج ده يا جماعة ان هو وجهة مستخدم بسيطة وسهلة التنقل، يجعله مناسب للمبتدئين في مجال الاستثمار. بيتنوع في الاستثمارات بتاعته. التطبيق ده بيوفر لك مجموعة متنوعة من الخيارات الاستثمارية بما في ذلك الأسهم والصناديق الاستثمار والذهب. بيقدم لك معلومات حية عن الأسعار الأسهم والتحليلات الفنية، وده بيساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات استثمارية سهلة. التطبيق ده يعتمد على إجراءات أمنية قوية لحماية بيانات المستخدمين وحساباتهم. عيوب البرنامج بقى يا جماعة هو رسوم. قد يتضمن التطبيق بعض الرسوم على المعاملات، عشان كده لازم قبل ما تستخدمه تقرأ الشروط والأحكام بعناية قبل ما تبدأ في الاستثمار. التطبيق ده بيركز بشكل أساسي على السوق المصري، وده بيتيح من خيارات الاستثمار للمستخدمين المهتمين بالأسواق العالمية. بيحد يا جماعة من خيار الاستثمار للمستخدمين المهتمين بالأسواق العالمية. آراء الناس بقى يا جماعة التقييم بتاعه مرتفع، يعني 3.6 من 5 نجوم بناء على أكتر من 22,000 عملية تنزيل. ده بيدل على رضا معظم المستخدمين في الخدمة المتقدمة ليه. البرنامج ده يا جماعة فايدة تنزيله هو الوصول لعالم الاستثمار. بيتيح ليك دخول عالم الاستثمار بسهولة ومرونة. لكن لو كنت مبتدئ، ده حتى لو انت كنت مبتدئ بينوع لك مصادر الدخل بتاعتك، بينوع لك العوائد عشان خاطر تحقق عوائد مالية إضافية. البرنامج ده مفيد مفيد. يمكن اعتبار تطبيق ساندرا ده خيار جيد للمبتدئين اللي عايزين يعملوا استثمار في الأسواق المصرية. تعالوا بينا نشوف تعليقات الناس يا جماعة. البرنامج ده ناس كتير قالت ان هو جميل جدا في الاستخدام وسهل، وشرح الأسهم بتاعته مميزة لتحويل الأموال. كتير بقى بيشكر، بس بقى اللي بيسيء في البرنامج ان مش مناسب تأخير السحب، عدم إشعار العملاء بتجديد الاشتراك او لا، مش جادرين في التعامل. لو مش في حالة خسارة كنت سحبت كل الفلوس وما تعاملتش معاكم تاني. المكتب اللي بره احسن. اتقفلت من التطبيق. ياريت الكل ياخد باله قبل ما ينزله. استنوني في برنامج جديد، في تطبيق جديد. وعايزة اقول لكم يا جماعة ان احنا القناة الوحيدة اللي بتتكلم عن التطبيقات بدون تحييز لأي تطبيق، وكل واحد في قناتنا بيقول تجربته الحقيقية. هنثبت تعليقكم سواء كان التعليق إيجابي أو سلبي، لأن ده هيفيدنا وهيفيد غيركم كتير. مع السلامة.